حباب قلبي صباح الفل والياسمين. كوبايه الشاي عشان خاطر نظبط الاداء. انا ليه بعت اللامبرجيني؟ عشان اجيب الجي 3 ار اس. الجي تي 3 خلتني اكتشف شخصيتي في العربيات. يا نهار اسود، حبي ليها قوي جدا. حباب قلبي صباح الفل والياسمين، عاملين ايه يا حلوين يا جمال يا شطار؟ طبعا الفلوج اللي احنا هنعمله النهارده ده او الفيديو اللي احنا بنعمله النهارده ده احنا بنعمله مخصوص عشان نرد على الاسئله بتاعه الفيديو الريفيل اللي نزل بتاع الجي تي 3 ار اس. فالمهم استنى، الشاي يما، الشاي عشان الشاي ده اهم من اي حاجه. اوعى وانت راجع، عشان بص راجع من ايه، بص عامل لنا مشاكل السبويتر ده، والله السبويتر ده عامل لنا مشاكل. المهم النهارده هنتكلم مينلي على وهرد عليكم على كميه اسئله كتيره جدا ليها علاقه بان ليه انا اصلا بعت اللامبرجيني وجبت الجي تي 3 ار اس. طبعا كل ده بسبب القطقوطه، الحب الاول والاخير، كوبايه الشاي ايه اهم حاجه. ايه المهم، استنى، خدها كيمو، بسم الله الرحمن الرحيم. طلع عندك يا ابني 100. طيب تعالوا بقى نبتدي بقى القصه. ليه بعت اللامبرجيني اللي انا اصلا جايبها ومقتنع بيها جدا وكنت بحبها تيت، وقررت ان انا ابيعها عشان اجيب الحاجه جي تي 3 ار اس؟ ايه اللي خلاني ان انا اخد القرار ده واجيب الجي 3 ار اس؟ حاجات كتير قوي 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 قوي، بس الحاجه المين او الاساس حبيبه القلب اللي موجوده في شريان التاجي، الجي تي 3. اللامبرجيني عامه انا اصلا من العربيات اللي انا بعشقها وبحبها جدا وكنت مقتنع جدا بيها، لان انا اصلا اكتشفت ان انا بحب العربيات الان اي اللي هي ناتشرال اسبريتد، اللي هي التنفس الطبيعي، اللي هي ما فيهاش ولا تيربو ولا سوبر شارج ولا اي حاجه من الحاجات دي. فجبت الهوريكان دي وكنت فرحان بيها جدا وكنت مبسوط بيها قوي شكلا وموضوعا واداء وكل حاجه. بس اكتشفت مع التجربه، ما كنت بسوق اللامبرجيني كنت بسوق البورش، العربيه دي هي اللي خلتني اكتشف شخصيتي، هي اللي خلتني افهم ان انت لما بتركب عربيه بتحس ان في زي كوميونيكيشن، في تواصل ما بينك وما بينها، اذا كانت كلاسيك او ايا كان عمرها، ايا كان حالتها، ايا كان موديلها ايه او كده. كنت دايما بحس ان لما بركب العربيه بيبقى في زي كونكشن ما بيني وما بينها، وان انا احس هي العربيه دي ستايلها ايه، نوع سواقتها عامل ازاي. عربيه الجي تي 3 دي خلتني افكر تفكير وخلتني احس باحاسيس عمري في حياتي ما حسيتها في اي عربيه تانية، في حين ان هي عربيه اكزوتيك وسريعه برضو كده، ولكن اكتر عربيه انا شفت شخصيتي فيها. ايه برضو انا مش عادل امام قاعد قدامك. ايوه اظبط الدنيا، اظبط الكلام، هفك اصبر. لما ركبت الجي تي 3 لقيت نفسي ان انا بحب اكتر العربيات اللي هي ليها علاقه بالثبات، ليها علاقه باحساس السواقه قوي قوي. يعني انت لما بتركبها زي ما بقول لكم انتوا بتحسوا باحاسيس اكنك وصلت فيشه، يعني انت كأنك وصلت فيشه بينك وبينها وتحس ان انتوا الاتنين واحد، بتحس بكل حاجه، بتحس العربيه انت اخرها فين، عاوز تعمل يعني عاوزها لما اخرها هتخش يمين هي هنا هتزحلق ولا لا، هتحس ان انت تيجي تحس مره واحده تديك احساس انك انت عندك جراءه في الملفات مرعبه. فلقيت نفسي ان انا بحب الستايل ده اكتر من العربيات اللي هي فيها سرعه، يعني تبقى قويه. يعني مثلا هديكم مثال بسيط، عربيه البورش التربو اس السوداء، العربيه دي كانت اتعدلت انها هي وصلت لحوالي اولموست 1000 حصان، وكانت قويه جدا وسريعه فوق ما انتم متخيلين. العربيه دي قد ما هي قويه كده وسريعه جدا، قد ما انا ما حسيتش بالمتعه قد ما كنت بركب الجي تي 3. عربيه جي 3 دي 515 حصان، الفرق ما بينها وبين العربيه الثانيه اولموست 400 وشويه حصان. انتوا فاهمين 400 وشويه حصان ده عاملين ازاي؟ في حين لما كنت بركب الجي تي 3 كنت دايما بحس ان انا كوميتد قوي للسواقه، وبحس بكل سنتي
كل سنتي وانا سايق، ملفات، احساس معين انا حسيته الصراحه في الجي تي 3 خلاني ان انا اقرر ان انا ابيع الهيركن عشان اجيب الجي 3 ار اس اللي هي بقى البابا بتاع الجي تي 3. الجي تي 3 ودت الجي تي 3 ار اس في حته تانية على راي استاذ تامر الجيار. تعالوا بقى النهارده انا عاوز اصلا اشرح من نقطتين، يعني من وجهه نظري لما انا سقت دي وسقت دي على الحقيقه، لان انا عمري في حياتي ما كنت سقت جي تي 3 ار اس غير مره بس قبل كده. ابتديت افهم قد ايه ان الفروقات مش قليله خالص خالص. يعني قد ما انا كنت مقتنع ان الجي 3 دي ثبات، وهي فعلا هي ثبات مرعب، وعربيه بنت لذينه، وعربيه اكتف واولويز اجريسيف، يعني هي جاهزه في دوسه البنزين عشان هي تنفس طبيعي، فانت بتدوس بنزين انستنت على طول في ساعتها بتدوس بتطلع. غير العربيات التربوهات بيبقى دايما في تربو لاج اللي هو في تاخير في التربو. لما ركبت الجي تي 3 ار اس لقيت الثبات في حته تانية بنسبه 40%، وده نسبه مرعبه في ان انت تعليها على الجي تي 3. انتوا فاهمين عامله ازاي؟ زائد بقى طبعا الايروداينامكس اللي موجوده في الجي تي 3 ار اس برضه ليفل تاني خالص من الجي تي 3. فيها كميه فتحات وكل فتحه ليها معنى، وفعلا ده حتى يا جماعه السبويلر اللي ورا ده لو قلت لكم دي ار اس ده بيتقفل، اللي هو الفتحه وعندك السبويلر ده حتتين، في حته عشان عاوز ثبات اكتر بالذات في الملفات والكلام ده كله بيعمل كده، اتقفل كده بتحس ان هي اكنها لزقت في الارض، هي اصلا اوريدي لازقه في الارض، لكن زياده عن كده بقى لما بتعمل الدي ار اس تلاقي العربيه لزقت في الارض. وده انتوا شفتوه، كانت حته كده موجوده في الفيديو الريفيل بتاعها، ودي من اهم الحاجات لان دي اكتر مميزات معروفه في الجي 3 ار اس، لان السبويلر ده يشبه اكبر سبويلر اتحط على بورش في عربيات اللي ينفع تمشي بيها في الشارع. فعاوز اقول لكم ان فعلا في فرق مرعب بأولموست زي ما بقول لكم 40% فرق. الحاجه الثانيه في فرق في العرض العربيه. عاوز اقول لكم بقى كمان غير عرض العربيه ان انتوا وزن الجي 3 ار اس المفروض يبقى اخف، لان هي كلها كربون فايبر. العربيه دي كبوت كربون فايبر، سقف كربون فايبر، رفارف كربون فايبر، بيبان كربون فايبر، كلها كربون فايبر، فالطبيعي ان هي تبقى اخف من الجي 3. لكن الحقيقه الجي 3 ار اس اتقل من الجي تي 3 لان الجي 3 ار اس فيها اصلا كميه حاجات، العفشه نفسها توتالي مختلفه، وتكنولوجي يا عم ده فيها زراير. ازاي ده انت اصلا الزراير دي لما شفتها قعدت سحت فيها وقعدت ادرسها ولا كاني مثلا داخل تجاره عين شمس. كان الموضوع مرعب. انت الزرار ده لازم تعمله كام درجه مش عارف هيعمل لك في الريباوند ومش عارف في مش عارف، قصه موال ازرق. ولكن في الاخر العربيه وهي زي ما هي من غير ما تعمل سيت اب في اي حاجه، هي العربيه لابده في الارض. فطبعا ده اللي اداني الاحساس بقى ان عارف انتوا الجي 3 بس بقى البابا بتاعتها، يعني بظبط. لا بس لا حاجه فخامه الصراحه. لا ممكن اخدك صوره؟ طيب خدني صوره. ممكن اخدك صوره؟ ايوه. لا يا عم انجز. الارقام الحقيقيه بقى لو جينا نرجع بقى للارقام الحقيقيه والفروقات اللي ما بينهم، بسم الله الرحمن الرحيم. وده يمكن اكتر حاجه يمكن هتشدك. الجي 3 فيها سبويلر، والجي 3 ار اس فيها سبويلر هتلاقيه اكبر شويه. لو قلت لكم ده لما انت بتمشي بالعربيه على سرعه ايا كان، يعني سرعه من زائد ال 200 فيما فوق، دي الارقام اللي انا بديها لكم اللي مكتوبه عالميا. خلاص، السبويلر بتاع الجي تي 3 بيحط داون فورث، لان الهواء بيعدي على وش العربيه يطلع يعدي على سبويلر. الهواء ده اهميته، بص عشان اوريكم اهميه الايروداينامكس. الهواء ده بيعدي من على سبويلر. عارفين بيحط على الجي تي 3 كام؟ بيحط اولموست 400 وشويه كيلو وزن عشان يثبتها في الارض. طب اديكم بقى معلومه بنت لذينه. الجي تي 3 ار اس عارفين بتحط قد داون فورس من السبويلر؟ بس اوريكم الفرق. ال 400 اصلا ده رقم فلكي. الجي تي 3 ار اس بتحط 860 كيلو. يليوي، يعني اولموست طن. انتوا متخيلين؟ عشان كده لما الاثنين ليه التوب سبيد بتاع الجي تي 3 اعلى، يعني دي بتجيب الجي 3 عالميا، كل الارقام دي احنا بنقولها عالميا 300 و300 وكسور حاجه في الاول كده، خلاص ممكن اب تو 310 320.
التانية اخرها 285. ليه؟ لان كميه الهواء اللي بيعدي منها من كل الفتحات بتاعتها ويوطيها بيهديها بيصد فيها وبيثبتها في الارض، مع بقول لكم 860 كيلو على سقف العربيه من سبب السبويلر، بيخليها ما تقدرش تتعدى ال 285 كيلو. نقطة من النقط اللي بقى كانت برضو حاجة حلوة قوي، من الحاجات اللي أنا عجبتني جدا جدا وحسيت إن هو زي اتشيفمنت حلو بالنسبة لي، إن العربية الجي 3 ار اس حط فيها حاجة سبيشال قوي 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 قوي، هبقى برضو هوريها لكم. عملت طبعا طبيعة الحال في شكمانات تبع الشركة، تبع بورش اللي بتركب لبورش عامة، الشركة اسمها IPE. الشركة دي أنا أتواصل معاهم ومن عن طريق KR تيونينج يحيى رستم وخضر في إن إحنا نعمل شكمان ليها مخصوص سبيشال ميد 1 اوف 1، ويتحط عليها اللوجو الواي ار. ودي كانت حاجه من الحاجات اللي عجبتني جدا وبسطتني قوي قوي، وده اللي مخلي برضو العربيه دي فيري سبيشال. عاوز اقول لكم ان طبعا الجي تي 3 هات او الجي تي 3 معروف صوتها ومعروف ان هي مميزه بصوتها، لكن العربيه دي صوت تاني خالص، وهو لايق على شخصيتها ولايق على شكلها، ومعرفش حاسس ان هو كونكتد بيا بطريقه او باخرى، لانه الشكمان ده اتعمل 1 اوف 1 في العالم من شركه IPE وواي ار او اللوجو بتاعي يحيى رشدان. ودي حاجه كانت بالنسبه لي سبيشال قوي قوي قوي. فطبعا هبقى اوريكم شويه صور ليها، صور للشكمان قبل ما يركب، وصور وهينزل فيديو ان شاء الله باذن الله برضو تاني للشكمان وهو بيركب والكلام ده كله، هوريكم كل التفاصيل بتاعته. وان شاء الله باذن الله مهما حصل. الغريب بقى اللي انا عاوز اقوله لكم، يعني معظم العربيات الجي 3 تقدر تسمعها عبر التصوير، دي العربيه الوحيده اللي ما ينفعش تسمعها عبر التصوير. فان شاء الله باذن الله تسمعوها على الحقيقه قريب، لان انا خلاص قررت ان انا باذن الله ابتدي انزل بيها وتشوفوها، ننزل بيها ايفنتات ان شاء الله تبع روزر رايدز. تعالوا بقى في حته دي اللي ايه بصراحه خلتني شايل هم لما اركب الجي 3 ار اس. ايه بقى؟ الكرسي. دي من ضمن الفروقات القويه جدا ما بين الجي 3 ار اس والجي 3. الجي 3 اصلا اوريدي عربيه طبعا زي ما انتم عارفين، عربيه واطيه على الارض والكلام ده كله، وايه بتخش وبتاع لازم تخلي بالك وتنزل في هبده في الاخر كده. مشكله بقى في الجي 3 ار اس، كرسي بتاعك انك بتقعد في طشت بالظبط، هو طشت بتخش بتقرر انك تقعد في الطشت، ففي حته في اول الكرسي عاليه كده ودي واطيه، فانا لما كل مره اخش لازم ايه يا حبيب قلبي الواد ويزو كل مره يجي لي جري يقول لي في حاجه يا استاذ زاهي، اقول له لا مفيش حاجه يا ابني والله دخلت اركب العربيه، بس كل ما اخش لازم الحته العاليه دي تقوم خابطه فين؟ في الطرنش. فيجي ويزو قصه بقى بنت لذينه محزنه. الكرسي بصراحه صعب جدا، وربنا يستر بقى على وراكي. العربيه الجي تي 3 يا جماعه كونكشن او حبي ليها قوي جدا بسبب حاجات كتير قوي. اولها حب الناس اللي يعني بيتابعوني وبيحبوني، حبهم ليها، وان هم دايما كانوا بيريليتوا، يعني بيخلوا دايما شايفين ان لما بيشوفوا العربيه جي 3 الزرقاء دي كانهم شافوا يحيى رشدان، هي دي شخصيه يحيى رشدان او العربيه دي يحيى رشدان. حتى الاطفال الصغيرين والشباب الصغير حاطين صوره العربيه دي في اوضهم، دي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا 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 فوق ما انتم متخيلين، وبترجعني للزمن زمان خالص، يعني بترجعني بالزمن ورا. انا في ناس معينه كنت طول عمري بحبهم جدا وشايفهم دول حاجه كبيره قوي، زي كابتن ناصر ابو هيف وناس كتير. عربيته كابتن ناصر ابو هيف العربيه بتاعته اللي كانت الدلتا اللانشا الخضراء الزيتي دي بالنسبه لي كانت حاجه. وزمان ما كانش فيه موبايلات، كان فيه كاميرا كودك دي، والكاميرا دي اصلا مش موجوده مع اي حد، ولازم بقى توديها كودك ولازم تحمض مش عارف ايه القصه بقى. بص محمد بيضحك ورا الكاميرا عشان هو ايه طبعا راجل كاميرجي قديم، فالعلاقه دي بقت بتحصل معايا او الموضوع ده بقى بيحصل معايا، فدي بالنسبه لي اصلا حاجه كبيره قوي قوي قوي، وهو ده اللي خلاني احب العربيه دي اكتر واكتر. يعني ده الكونكشن ما بيني وما بين
الناس المحبين بتوعي يعني. زائد شخصية العربية قريبة مني جدا 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 من شخصيتي. هي ملهاش علاقة ولا بالباور خالص، ولا أسرع عربية خالص في مصر، ولا أي حاجة خالص. وفي منها كذا واحدة، بس هي مميزة بنفسها. فحبي لهذه السيارة، وده طبعا بديه مثل لناس كتير تانية ممكن يبقى معاها عربية أي كان إيه هي العربية، ممكن ما تبقاش مميزة للناس، مش حاجة يعني جامدة جدا ولا غالية جدا، ولكن هي بالنسبة له سبيشال، حتى لو كانت أي كان موديلها، بس هي بالنسبة له سبيشال. فأنا بالنسبة لي العربية دي فيري سبيشال، فعشان كده مطلعها في وجود الوحش الجديد. لكن عمري في حياتي ما هقلل من وجود العربية الجي تي 3 في حياتي، لأنها هي الأصل. وبكده يبقى خلصنا الفلوج بتاع النهارده، وبشكركم جدا. ولو كنت طولت عليكم ولا حاجه يعني سامحوني، معلش، باكل بس كفته زياده. يلا سلام عليكم.